يقول الرحالة الروسي كوزنتسوف: إذا أردت سؤال شخص زار آسيا الوسطى ماذا بقي لديك بعيدا عن التفاصيل، فسيقول في كلمة واحدة: التناقضات. والحقيقة أن التناقضات تسيطر على كل شيء في آسيا الوسطى. آسيا الوسطى هي قلب قارة آسيا. وكل شيء ينعكس على هذه الأرض بصورة خفية حيث لا طرف ولا زاوية. فسواء الإسكندر المقدوني وماركو بولو والرحالة ابن بطوطة والفاتحون العظام والزائرون وعابر السبيل، فجميعهم شعروا منذ الوهلة الأولى ببهجة كبيرة مختلطة بالغرابة الظاهرة والخفية لهذه الأرض التي تمثل محطة انتظار لكل شخص. في الوقت نفسه تعد آسيا الوسطى الجغرافيا المسماة بكلمة ستان، وهي بمعنى الوطن في الفارسية. حتى مطلع القرن العشرين كان يطلق تعبير تركستان على المنطقة، أما اليوم فتضم 5 أوطان هي تركمانستان وأوزبكستان وطاجكستان وقرغيزستان وقازقستان. آسيا الوسطى عرفت في العالم القديم أيام الإغريق والرومانيين باسم ترانسوكسيا أو ما وراء نهر إكسوس. بعد فتح المسلمين للمنطقة أطلق عليها اسم ما وراء النهر. لكن الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة الذي زار المنطقة في القرن الرابع عشر استخدم تعبير تركستان على هذه الجغرافيا الواسعة، وليس هناك أي اسم آخر يعبر عن النسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة منذ إطلاق هذه التسمية. فريقنا في هذا الجزء يزور دولة فيها واحد من أقدم الشعوب التي أقامت إمبراطوريات كبيرة على هذه الأرض الملونة. هذه الدولة هي قرغيزستان. تاريخ قرغيزستان مثلما هو الحال مع كل القبائل المهاجرة انتقل من جيل إلى جيل عبر القصائد والأغاني. هذا المغني الذي يعزف أمام الجبال الشاهقة الممتدة للخلف هو في الحقيقة يتغنى بحياة الأجداد الممتدة لآلاف السنين. القرغيزيون من أقدم الشعوب التركية في آسيا الوسطى، فهم يمثلون الحكايات الممتدة لما قبل التاريخ، ويمتد وجودهم اليوم حتى منطقة يانيساي التابعة لمغولستان. لقد أقام القرغيز دولا مختلفة هنا وحكموا مئات السنين، لكن الحياة التي يحيونها اليوم بدأت في الظهور اعتبارا من العصور الوسطى.
إن أشهر القصائد والأغاني لدى القرغيز هي المناص التي تعبر عن التاريخ الطويل بشكل أسطوري. والمناص عبارة عن أسطورة تشرح حياة بطل نجح في أعمال غير عادية للشعب على حصانه المجنح. Manas destanı bu Kırgızların en eski dönemlerde oluşturduğu bir destanlarının en önemlisi olduğu biliniyor. Manas destanında Kırgızların daha eski çağdan beri ve 19. asıra kadar devam ede gelen sosyal yapısı, kültürel hayatı, felsefesi, giysi, elbiseleri, yemekleri, oyunları vesaire vesaire olmak üzere Kırgızların tüm Kırgız toplumunun tüm hayatını bir yansıtıyor. هذه الأسطورة الوطنية تعد من أطول سير الأبطال في تاريخ العالم، فالمناص تتكون من 500,000 مصرع. Manas destanının oluşumu tarihi bilim adamlarının fikrine göre yaklaşık 10. asırlarda başlamıştır ki o dönemlerde 9. asırın ortasında Kırgızların Uygur devletini yıkıp Moğolistan'da Uygur devletini yıkıp tüm Merkezi Asya'yı kendi kontrolüne aldığı dönemlere denk gelmektedir. في قرغيزستان يطلقون تعبير مغني المناص على المتغني بالأسطورة. إذا ظهر مناصي ولم يتمكن من قراءة قطع من الأسطورة الأطول في دنيا الأدب العالمي وينتقل من حفل لآخر لا يعد قرغيزيا. هذا الأثر الأدبي المتعلق بأسطورة شعبية قرغيزية عمرها 1000 سنة هو عمل مدحي نظم للحديث عن بطولة وحرية مناص البطل وعن شجاعة ووحدة القبائل القرغيزية. العلماء ليسوا واثقين من كون مناص شخصية حقيقية، غير أن هذه الأسطورة المنسوبة لهذا البطل تعبر عن شرف وقوة وأمل الشعب القرغيزي. قرغيزستان يحدها من الشرق منطقة أويغور المعروفة بتركستان والتابعة لجمهورية الصين، ومن الغرب تحدها أوزبكستان، ومن الشمال قازقستان، أما حدودها الجنوبية فتشاركها فيها طاجيكستان والبامير. القرغيز يسمون بلادهم الأرجوحة الذهبية، تسمية لم تأتي جزافا، فالمهاجرون الذين ينظرون من أعلى سفوح الجبال الشاهقة التي تدخل الرعب لقلب الإنسان إلى الأسفل يرون أرجوحة مثيرة تشكلها جبال الثلج. قرغيزستان التي تبلغ مساحتها 200,000 كيلومتر مربع تتشكل من الجبال بنسبة 93%، وليس فيها مكان يقل ارتفاعه عن 500 متر فوق سطح البحر. هذه الجبال العالية تعيش فيها أنواع كثيرة من الطيور الجارحة، لذا اتخذ القرغيز من طائري النسر والصقر صديقين لهم، وصاغين باي زرنيف واحد من هؤلاء. صاغين باي يمثل الجيل السابع من عائلة تصطاد بالصقور.
الصيد يمثل مصدر دخل هاما للقرويين المقيمين في الجبال العالية. إن فروة الثعلب قيمة، لكنهم يصطادون إضافة إلى ذلك الجربوع والغزال والذئب وحتى الخنزير البري، لذا فهم يربون النسور على هذه الشجاعة. Бүрküt salganıma 25 yıl oldu. Buna 26 yılga gitti. Meni atam salgan, çoğ atam salgan. Men уже 6-cı tukum bolam da, baldarım 3 balam salat, menden başkalar 7-ci tukum bolam. Şu бүрküt, kuş tap salabız. صاغين باي الذي يصطاد بنسره المسمى الملكة الصفراء يعمل في هذه المهنة منذ 25 عاما. لقد تعلم تربية الطيور الجارحة والصيد بها من أجداده. يقول إنه يمثل الجيل السادس المشتغل بالصيد بالنسور. Balapandı taptaş için, göndürüş için 3-4 yıl gerek. Köp yıl gerek de, talık bagan emgek gerek, bürüş görünüyor. Aygerde uçup alıp жүрген бүркүт болса, misal için bağırtın, çoğun бүрkütler olsa, alıp taptaş onu öyle. النسر الأصفر ينتشر في السهول الثلجية لقرغيزستان، لذا أطلق عليه اسم الملك أو الملكة الصفراء. الأسماء التي تطلق على النسر ترتبط بحركته وشكله ونوعه وكونه ذكرا أو أنثى. النسر الأصفر عيناه وقدماه صفراء اللون، ولكونه أنثى أطلق عليه اسم الملكة الصفراء. ومن جهة أخرى فإن تربية النسور ليست بالأمر الهين. 4 münüşkör, 2 kazak jigit, hani 2 kırgızdan ekөөbüz. Aşonda uşul boğu бүрküt karşıkırdı aldı. Hani birincilik orunda aldı. Berkiler algan jak, albay kaldı. Barır oturup, joğusumda kayı uçup ketti, korktu. Hani jürektü, korkup boğan бүрküt karşıkırdı ala verip. Hani uşul bu бүрküt ilgeri bizdin atağız, göçmen vakta, göçüp konup jaylada, toğda жүрген кезде, bir ayıl yüzde bakkan бүрkütler olgan, yelik algan, giyik algan. صاغين باي الذي يصطاد بالنسور بخبرة الأجيال يقول إن سر تعليم هذه الطيور ملوك الجبال يتعلق بالصداقة التي تقام معها. فالنسر مثله كمثل كل إنسان يريد إقامة صداقة ويلزم تعويده وإسعاده. ملوك القرغيز في العهود القديمة كانوا يخرجون للصيد بالنسور للترويح عن أمرائهم الصغار. هذا التقليد القديم للصيد ما زال متبعا حتى اليوم من قبل القرويين. لقد كان القرغيز قوة واثقة من نفسها في منطقة آسيا الوسطى، مستندين على الخبرات الحياتية العالية ومهارات الحرب المكتسبة، وظلوا على هذه الحال 6 قرون إلى أن قدم جنكيز خان إلى هذه الدنيا، وكانوا عندها على دراية ومهارة بصناعة الخزف والذهب والفضة. غير أن قدرهم تغير مع سيطرة المغول على المنطقة في بداية القرن 13. شهدت البداية مقاومة ضد جيوش جنكيز خان، إلا أنهم هزموا في النهاية وتكبدوا خسائر فادحة مما أفقدهم قوتهم، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لهم تنظيم سياسي قوي. مدينة طقمق الصغيرة القريبة من بشكوك واحدة من أهم المراكز السكنية في الدولة. القوافل التجارية التي كانت تمر من طريق الحرير التاريخي المتداخل بين الجبال كانت تستريح في طقمق. لهذا السبب كانت المدينة واحدة من المراكز الثقافية والتجارية البارزة في آسيا الوسطى القديمة. Buraya Kırgız adıyla bilinen
Türk kavminin gelmesi 15. yüzyıl, 16. yüzyıldadır. Halbuki buraya Kırgızlar gelmeden önce burada, yani bu coğrafyada başta Hunlar olmak üzere, Göktürkler olmak üzere, Karahanlılar olmak üzere devletler kurmuşlar, imparatorluklar kurmuşlar. Dolayısıyla bu devletlerin ve bu imparatorlukların burada yaşayan halkları var idi. المناطق التي مر بها الرحالة الأوروبيون هي اليوم مزارع للفراولة، وكما كان الحال في كل الأنحاء السوفيتية ما زالت المرأة تعمل في المزارع والحقول. كل شخص من الكبير إلى الصغير يملأ السلات بحبات الفراولة الناضجة بكل عناية. الفراولة المنتجة في التلال المرتفعة لقرغيزستان نالت شهرة في كل أنحاء المنطقة. حين كان فريقنا يتجه ناحية طقمق شد انتباهه مكان يقف بمفرده وسط السهل، وفي الحقيقة فإنه ليس سوى بقايا لحضارة قديمة. كانت هنا مدينة بلاساجون التي كانت مشهورة في تاريخ آسيا الوسطى، وبلاساجون كانت العاصمة الأولى لدولة القرخانيين، فالدولة التي انقسمت لإدارتين، قرخان الشرقية وقرخان الغربية، هي اليوم المنطقة التي تقام عليها قرغيزستان وتركستان الشرقية وقسم من أراضي قازقستان. بلاساجون كانت عاصمة دولة القرخانيين في الفترة ما بين عامي 840 و 1212 ميلاديا، وهذا الأثر واحد من البقايا المتعلقة بتلك الدولة ويطلق عليه اسم مئذنة بورانا. مئذنة بورانا كانت واحدة من أوائل الأعمال البنائية الدينية التي أقامها الأتراك في آسيا الوسطى. أنشئت على شكل مخروطي توافقا مع الأسلوب المعماري لذلك العهد. أما بالنسبة لجبهتها فقد زينت بالأشكال الهندسية. حول المئذنة يوجد حوالي 80 مقبرة ترجع لفترة ما بين القرنين السادس والعاشر الميلاديين، وفيها 50 صخرة مرسوما عليها أشكال مختلفة. حجارة هذه المقبرة التي تسمى ببالبال تقدم فكرة عن الثقافة التركية قبل الإسلام. إن بلاساجون التي حملت ليومنا الحاضر تراث ماضي مئذنة بورانا وبالبال سجلت مواقف كبيرة في تاريخ آسيا الوسطى بإخراجها العديد من العلماء المشهورين، من بين أولئك يوسف بلاساجونلي وقوطاجو بلجي عالم الموسوعات والفلسفة في القرون الوسطى. الكتاب الذي قدمه يوسف بلاساجونلي للحاكم في عام 1070 ميلاديا حمل عنوان العلم الجالب للسعادة، وكان بلاساجونلي واحدا من أوائل من كتبوا كتب الرحلات، كما أخرج ديوان المثنوي الشعري الصوفي. الحاكم القرخاني منحه لقب الحاجب الخاص، وهو لقب لم يكن يمنح إلا لشخص عظيم، ومن بعد ذلك عرف باسم يوسف الحاجب الخاص. فريقنا يترك بلاساجون التاريخية القريبة من مدينة طقمق ليكمل رحلته على طريق الحرير. هذه الرحلة التي تسير عبر الجبال العالية لتتغير على جوانبنا كل لحظة المناظر الطبيعية الجميلة. الرحالة الصيني هوان زانغ الذي عبر جبال طانري في عام 629 ميلاديا وصل إلى الأرض المسماة اليوم قرغيزستان. إنه يتحدث في مذكراته ومدونات رحلته عن الجبال المقاومة للرياح والأودية الخصبة الخاطفة للأبصار، وعن البحيرات الرائعة المملوءة بالتجويفات التي نحتها الجليد. إن ما دونه زانغ حول المناظر الرائعة ما زال مستمرا لليوم بنفس الجمال.
بحيرة إيسيق واحدة من جماليات الطبيعة التي لا نظير لها. هذا المكان كان أولى المحطات التي سكنتها قبائل القرغيز المنتقلة من سواحل نهر يانيساي. هذه البحيرة الموجودة بين جبال طانري هي بحر داخلي رائع محاط بأعلى جبال العالم. طول البحيرة 182 كيلومترا وعرضها 57 كيلومترا، وبعض أماكنها يصل عمقها إلى أكثر من 700 متر. تيمور لانك الذي جاء بعد جنكيز خان بقرن ونصف القرن عسكر جيشه حول هذه البحيرة. كلمة إيسيق تعني الدفء في لغات آسيا الوسطى، ولأن مياه البحيرة لا تتجمد مطلقا رغم وجودها بين جبال الثلج فقد أطلق عليها هذا الاسم. أما المغول فسموها البحيرة الحديدية. بحيرة إيسيق كانت ملهمة للروائي جنكيز آيتماتوف في أعماله التي أعطته الشهرة في القرن العشرين. ورواية السفينة البيضاء التي أحدثت ضجة حين نشرها واحدة من نتاج ذلك الإلهام. بطل الرواية كان طفلا في 9 من عمره عندما تركه والداه. الطفل الذي عاش مع جده كان يتخيل والده في سفينة فوق بحيرة إيسيق، وذات يوم نزل البحيرة للوصول إلى السفينة التي لا تصل بركابها إلى الساحل مطلقا فغرق. في الوقت نفسه تشرح رواية السفينة البيضاء أسطورة خلق القرغيز، وهي في مجملها تدور حول البحيرة وما حولها. هذا الميناء واحد من الأماكن التي تأخذ دورها في الرواية، التي صارت عند القرغيز موضعا للحديث عن أحلام الطفل المجهول بطل الرواية. لقد شكل ذوبان الجليد عبر عشرات الألوف من السنين 3000 بحيرة في قرغيزستان. كل هذه البحيرات تتغذى بالمياه المتدفقة من أعالي الجبال. بعض البحيرات ترتفع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر. الكتل الثلجية الضخمة داخل هذه البحيرات تتحرك من طرف لآخر. البحيرات الواقعة في الأجزاء السفلى من الجبال ذات الأشجار تتضمن غابات رائعة. في الصيف تغطي هذه الغابات سفوح الجبال بألوان زاهية. هذه الفتاة القرغيزية التي تستقبلنا بوجهها البسام أمام الخيم التقليدية التي يسميها القرغيز يورت، هي الموظفة المسؤولة عن المركز الثقافي المسمى روح أوردا. هذا المركز المقام في جانب من البحيرة الجميلة أسس ليعبر عن الأديان والمذاهب المختلفة. كلمة روح أوردا في القرغيزية تعني المدينة الروحية، وتوافقا مع اسمه يضم المركز أماكن عبادات ل4 أديان إلى جوار بعضها البعض: الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية. القرغيز بهذا المركز الروحي يعبرون عن تسامحهم. هذا المكان هو أيضا متحف مفتوح. صورة الروائي جنكيز آيتماتوف تحتل مكانة بارزة في المكان. القرغيز يشعرون بسعادة غامرة في كل فرصة تسنح للتعبير عن فخرهم به. أما هنا فيوجد تمثال للمغني الشعبي القرغيزي الشهير ساياق باي قرالييف. قرالييف الذي توفي عام 1971 كان يحفظ أبيات أطول القصائد الأسطورية في تاريخ البشرية.
فريقنا يعرض في الحلقة القادمة مشاهداته حول هذه الدولة المدهشة الموجودة في آسيا الوسطى.